لقد جعل الله الصيام مدرسة لكسر الشهوة، فحوله بعضنا للأسف إلى موسم لتخمة الأبدان وضياع الأموال. في أجواء السكينة والخشوع استقبل جامع الجزائر المصلين في أول جمعة من شهر رمضان المبارك ليرسموا لوحة إيمانية تعزز روحانية هذا الشهر الفضيل. الأجواء متميزة يعني حق يعني روعة يعني والله يعني نشتاق أنا نجيب واش نصلي هنا الجمعة يعني في جو هايل يعني مرتاح البال يعني. يوم أول جمعة في رمضان الكريم جينا نصلوا في المسجد الأعظم، وراو كاين غاشي ما شاء الله طبعا ما شاء الله. مئات المصلين كبارا وصغار من داخل وخارج الوطن توافدوا جميعا إلى رحاب هذا الصرح الإسلامي آملين في نيل ثواب شهر الصيام. Oui, ça va booster notre foi. On va commencer ici notre première Jamoua du Ramadan. Et voilà, on va essayer de faire un maximum pour ce Ramadan, pour s'améliorer dans les jours à venir. آذان صاغية وقلوب خاشعة اجتمعت داخل قاعة الصلاة لتصغي إلى خطيب المسجد الذي ذكر بفضائل رمضان ونهى عن التبذير والانحراف عن مقصد الصيام. كانت موائدنا ميدانا للتباهي ومصير جزء كبير منها مع حسرتنا إلى النفايات. اتقوا الله عباد الله في نعمه واعلموا أن الله سائلكم عنها، فقد قال سبحانه: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. وقال جل وعلا: كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. غادر المصلون جامع الجزائر مجددين العهد مع الله بقلوب يملأها الإيمان راجين المولى عز وجل تقبل الصيام والقيام.